كثير من الجزائريين يكتبون عن الجزائر ولكن لا يقولون الحقيقة الكاملة. أخبروهم أن جل شباب الجزائر يريد الهرب من أرض الوطن بأي طريقة. أخبروهم أننا وطن غني والشعب فقير. أخبروهم أننا نحن البلد الذي يقتل أبطاله ورؤسائه زي بن مهيدي وكريم بالقاسم ومحمد بوضياف وقصدي مربح، ثم نطلق أسمائهم على المستشفيات وقاعات الحفلات والسكنات العسكرية. أخبروهم أننا على وشك بناء ثالث أكبر مسجد في العالم وأن المصلين سيشكون الفقر والمرض إلى الله. أخبروهم أننا لا نملك مستقبل ولا أمل ولا حياة في هذه البلد. أخبروهم عنا أننا هنا وأننا قد اغتيل منا الكثير. أخبروهم أننا بلد غني ولا نملك مستشفى، أن في بلادنا حق الطبيب مسلوب وحق المريض مسلوب والتلميذ والمعلم والجندي حقوقهم مسلوب. أخبرهم أننا نملك 12 مليون عانس فوق سن ال 25. أخبرهم أن 11 مليون جزائري تحت خط الفقر. أخبرهم أن 70% من سكان الجزائر تحت سن 35 ومصير أغلبهم السجون وآخرون طعم سمك القرش إلى المتوسط، وأن من يقبض عليه يسجن إما في الجزائر أو أسبانيا وغيرها. أخبرهم أن من اشترى سكن في 2001 لم يسكن حتى الآن. أخبرهم أن تاريخنا مزور وانتخاباتنا مزورة وأن العسكر من يحكمنا وأن العشرية السوداء هي الدولة التي فعلتها في الشعب وقتلت الشعب. أخبرهم أننا أسوأ من حالكم بكثير في الوطن العربي. أخبرهم أننا ثاني بلد في العالم ناطق بالفرنسية. أخبرهم أننا منا من يتفاخر بلغة المستعمر وأننا نتعامل بها على أساس أنها اللغة الوطنية الأولى إداريا وندرس بها. أخبروهم أن الرئيس ومعاونيه وأبنائهم يعالجون في الخارج ويدرسون في الخارج ويذهبون سياحة للخارج وأن ما يفعلون هنا هو السرقة. أخبروهم أننا لا نعرف مصير 1000 مليار دولار. بالمناسبة ليبيا والعراق وسوريا قيمة إعادة بنائهم هي 360 مليار ونحن 1000 لم نبني بها مستشفى، هكذا جاءت الرسائل. أخبروهم أن بقاء فرنسا هنا 130 سنة كان بسبب الخيانات. أخبرهم أنه قبل الاستقلال قام الخونة بتصفية قادة الثورة والباقي اغتيل بعد الاستقلال لتبقى الجزائر فرنسية. أخبرهم أننا مستعبدين ولسنا أحرارا. أخبرهم عنا أن الوطن يتذكرنا فقط في الخدمة الوطنية والانتخابات. أخبرهم أن الشرطة تضرب جنود الأمس إذا احتجوا وأننا إذا قلنا لا للفساد يطلق علينا أيادي خارجية. أخبرهم أن الشرطة تضرب الطالب إذا طالب بحقه وتضرب الطبيب والجندي المتقاعد والمعلم. أخبرهم أن الشرطة راعية للفساد في الجزائر. أخبرهم أننا نحتل مراتب متأخرة في المجال الصحي وأن التعليم ومستوى الدخل وخدمات الإنترنت متدنية وهناك من يقارن البلد بنيويورك والسويد وألمانيا. أخبرهم أن النظام هو المسؤول الأول والوحيد عن المجازر التسعينيات. أخبرهم أننا نحب الجزائر فقط عندما يلعب المنتخب الوطني مباراة لكرة القدم. أخبرهم أننا في الجزائر نحارب الناجح ونتصالح مع الإرهابي ولا نتصالح مع الناجح. أخبرهم أن اقتصادنا هو البترول فإذا ذهب النفط ذهبنا. أخبرهم أن الأدمغة لدينا في الجزائر العقول كلها هاجرت إلى أمريكا وأوروبا وتركيا. أخبرهم عن عدد الموتى في البحار كل يوم. أخبرهم أن الجزائر اليوم سجنا كبيرا. أخبرهم أن الصومال تجاوزتها تكنولوجيا. أخبروهم أننا نقيم عداء مع المغرب بسبب الصحراء الغربية وأننا فقط في الجزائر نريد الهروب من هذا البلد. أخبروهم كم نسبة تعاطي المخدرات وسط الشباب. أخبرهم أننا لا نمتلك جامعة تحتل مكانها في العالم. أخبرهم أننا أياد خارجية. أخبروهم أننا أسوأ بكثير مما تتخيلون.